بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في بنة زمان مع إيمان. اقتراحي ولا وصفتي لنهار اليوم جبت ساندويتشات صيفية تفرحوا بها وليداتكم، تقدروا تسدوهم معكم حتى للبحر. عجينة قطنية من الروائع يا البنات، نتمنى تجربوهم. ما تنسوش تشتركوا في القناة، صلوا على رسول الله. بسم الله. جبت انا البول تاعي اللي درت فيه كاس حليب دافي، حجم الكاس 250 مليلتر، ملعقه كبيره سكر وملعقه كبيره خميره تاع الخبز. خلطت مليح المكونات نتاعي غير بالفوي ونخليهم على جنب حتى يتضاعف الحجم نتاعهم. ضروري يا البنات تخلوهم 5 دقائق. فاعل هذيك الخميره. جبت حبه بيض بدرجه حراره الغرفه، 3 معالق كبار نتاع الزيت. خلطت مليح المكونات نتاعي حتى يدخلوا. اذا حبيتي تخدمي بالبيتران باش تربحي الوقت لكن الاختيار. ضفت ملعقه كبيره تاع الملح، ضفت الكاس الاول نتاع الفرينه، وضفت الكاس الثاني. الكاس اللي درت به الفرينه هو اللي بدينا به المكونات. زدت ضفت الكاس الثالث وجبت كاس الرابع خليته على جنب نخلط مليح العجينه تاعي. وراح نشوف اذا خصني الفرينه. راح نعطيكم المكونات نتاع الفرينه بالضبط. لازم تحصلوا على العجينه اللي تكون طريه، ما تكونش جاريه بزاف وما تكونش شاده روحها بزاف، المهم ما تكونش تتلاصق في اليدين. انا الكميه تاع الفرينه دات لي 3 كيسان ونص نتاع الفرينه، وانتم على حسب النوعيه تاع الفرينه. بعد ما لميت العجين تاعي باش ما نطولش عليكم فيديو، جبت العجين تاعي في سطح العمل وضفت له 2 معالق كبار نتاع الزبده اللي يكونوا بدرجه حراره الغرفه. لازم تكون الزبده تاعكم طريه ما تكونش ناشفه. دخلتها مليح في العجين تاعي، تحصلت على العجينه اللي تكون طريه. درتها في البول وجبت بابي فيلم وغطيت عليها، نخليها في مكان دافي تختمر ويتضاعف الحجم تاعها. نحضروا مع بعض الحشو. جبت مقلاتي اللي درت فيها 3 معالق كبار نتاع الزيت، حبه بصل متوسطه الحجم اللي كنت ربيتها من جهه رقيقه. خلطت مليح المكونات تاعي مع بعض، غطيت عليها وخليتها على نار هاديه حتى البصل تاعي بدي يدخل له الطياب. بعد ما بدا يدخل له الطياب ضفت له كميه انا من سكالوب اللي كنت قطعته مربعات صغيره. بالطبع تقدري تستبدلي اللحوم تاعك وتقدري ديري الكفته تاع الخروف ولا الدجاج. درت رشه مليحه من ملعقه صغيره ثوم بودره يمكن الاستغناء عليها، نصف ملعقه صغيره نتاع الكمون، نصف ملعقه صغيره فلفل احمر، نصف ملعقه صغيره توابل الشاورما تقدري تستغني عليهم، نصف ملعقه صغيره توابل الدجاج، ربع ملعقه صغيره فلفل اسود. توابل الشاورما وتوابل الدجاج راح يعطوهم واحد البنه رائعه يا البنات. ما عندكمش كامل تقدروا تستغناو عليهم، ماشي شرط. خلطت مليح المكونات نتاعي مع بعض حتى يندمجوا. نقصت عليهم الغاز، غطيت عليهم وخليت حتى الدجاج تاعي يدخل له الطياب ويطلق كامل هذاك الماء تاعه. ضفت له ملعقه صغيره نتاع طماطم مصبره وسيت دخلتها مليح في المكونات باش تمشينا هذيك الحموضه تاع الطماطم المصبره. كما شفتوا ما استعملتش الطماطم الربيع، عوضتها غير بالطماطم المصبره. جبت في هذه المرحله كريم فريش، انا استخدمت من هذه النوعيه، درت نصف علبه. اذا كانت الكميه نتاع لي ساندويتش تاعك بزاف تقدري ديري حتى العلبه كامله. ضفت رشه مليحه من الفرماج وعلى نار هاديه خليتهم يتخلطوا مليح مع المكونات. في هذه المرحله تقدري ديري شويه حار راح يزيدها بنه على بنه. نخليها على جنب. من جهه اخرى جبت العجين اللي اضعف الحجم تاعه، كسرت له الاختمار. لازم تهبطوا له كامل هذيك الكميه تاع الهواء اللي تكون لداخل. حطيتها على سطح العمل رشيته برشه خفيفه من الفرينه، ما تكثروش الفرينه بحكم العجينه تاعنا فيها الزبده. قسمت الخليط تاعي الى قسمين، وكل قسم قسمته الى اجزاء كما راكم تشوفوا. جبت لي 9 تاع الحبات، ماشي كبار في الحجم وماشي صغار في الحجم متوسطين. الاحوال الحجم نتاع العجين تاعكم نتوما تتحكموا فيه وما على حسب الافراد نتاع العائله نتاعكم. بعد ما شكلته كريات هم 1-2 دقائق في سطح العمل باش يساعدوني في الخدمه. وغطيت العجين المتبقي كيس بلاستيكي. جبت رشه نتاع الفرينه وبديت نسرح العجين تاعي. العجين تاعك سرحيه شويه رقيق، ما تخليش غليظ باش الخبز تاعك ما يجيش معجن من الداخل. سرحت العجين تاعي على شكل مربع اللي يكون كبير. طريقه تشكيلها بزاف سهله. جبت انا الجنب الاول، زدت عليه الجنب الثاني وبلعت بالاصبع تاعي. لازم البنات تتاكدوا وتبلعوا بالاصبع تاعكم باش الخبز نتاعكم ما ينحلش في الفور. كما شفتوا انا راني بلاطي فيها ومن بعد راني نعاود نسي نبلع الجناب. كما شفتوا جبتهم شويه
في الجناب باش تعطينا لا فورم نتاع الخبز ولا ساندويتش. نزيد معكم حبه اخرى باش تفهموا مليح طريقه بزاف سهله. بعد ما شكلت جميع العجين تاعي درتهم كامل في الصينيه اللي كنت دايره عليها ورقه طهي. تقدروا كامل ما ديروش عليها ورقه طهي وديروا عليها غير رشه خفيفه تاع الفرينه، بحكم العجينه تاعنا ديجا فيها الزيت وفيها الزبده ما راحش نهائيا تلصق لكم. بعد ما درتهم في السنيوه تاعي خليتهم على جنب. ضاعف الحجم تاعكم، ضروري البنات تخلوهم يعاود يضاعف الحجم تاعهم باش يجوكم فارغين من الداخل ويجوكم مفشفشين. جبت انا حبه تاع البيض، كما تقدروا ديروا صفار بيضاء. انا درت حبه تاع البيض، درت لها قطرات من الخل باش تمشي لها هذيك الزفره. دهنت الوجه كما راكم تشوفوا، درت لهم انا بذور الشيا ودرت لهم شويه جلجلان ابيض. بعد ما درت لهم جلجلان بذور الشيا درت لهم بالموس، درت لهم خط في الوسط. كما تقدروا كامل تستغنوا على هذاك الخط في الوسط، مي راح يزيدها جماليه. الفور تاعي كان مسخن مسبقا على 200 درجه من فوق لتحت. ماذا بكم البنات يكون بزاف سخون باش ليه الساندويتش تاعكم يطلع. انا درتها من فوق لتحت حتى الدري مرار كما راكم تشوفوا. حليت لكم خبيزه باش تشوفوها كيف جات من الداخل، جات فارغه من الداخل روعه. نبداو نعمروا لي ساندويتش تاعنا. انا في الاول درت جبن تاع الطالي موندور، كل واحد ليه الحريه كيفاش يعمر الساندويتش تاعه. الطبقه الثانيه درتها بطاطا مقليه، ودرت هذيك لاصوص والدجاج اللي كنا وجدناهم مع بعض. وكطبقه اخيره انا درت طماطم اللي كنت قطعتها مربعات صغيره وملحتها. كما تقدروا ديروا السلطه تاع الخس، لكم الاختيار. كملت كامل الحبات نتاعي كما راكم تشوفوا، جات معمرين، جاو خفاف هاد لي ساندويتش وبزاف بنان. الحاجه اللي فيهم مليحه ما يدوش ميم با الوقت العجينه ليه تحضريها. اذا عجبكم فيديو ما تبخلوش عليا بالبارطاج، بارطاجيوه مع اهلكم اصدقائكم اللي تعمل الفائده، وجمجمونا البنات باش يطلع الفيديو الاكبر عدد من الناس. الى الملتقى ان شاء الله.